انت تعرف انك بعد 7 سنين هتكون شخص تاني غيرك؟ ده مش كلامي، ده كلام العالم والفيلسوف شتاينر اللي قال ان حياتك دي عبارة عن دورات ورا بعض، وزي ما جسمك بيتغير شخصيتك كمان بتتغير تغيير جذري. طب ممكن هنا تسألني اشمعنى بقى بعد 7 سنين بالتحديد، وهتغير ازاي؟ في الفيديو ده هتلاقي اجابة السؤال. انا ميرنا نجيب وده اخر مترو. سنة 1995 مارلين مونرو قدمت واحد من أشهر أفلامها. الفيلم كان اسمه 7 Years Each. فيلم أحداثه كانت بتدور حوالين زوج قرر يغير روتين حياته الممل بعد ما مراته وابنه سافروا يقضوا أجازة الصيف من غيره، وفجأة وبدون مقدمات بيدخل الزوج ده في علاقة مع جارته اللي هي مارلين مونرو طبعا. ورغم إنه قضى معاها وقت فصلوا تماما عن روتين حياته، إلا إنه بيكتشف فجأة قد إيه هو بيحب مراته وابنه. طب ما القصة عادية اهي، أمال أنت مكبر الموضوع ليه؟ هقولك أنا. الفكرة هنا ان الزوج قرر يدخل العلاقة الجديدة دي بعد السنة 7 بالظبط من الجواز، وده هيرجعنا للسؤال الاول، ليه بنتغير بعد 7 سنين بالتحديد؟ في احصائيات رسمية في مصر بتقول ان معظم الحالات الطلاق اللي بتحصل للناس بتحصل ما بين 25 و 35 سنة، بتتم بعد 7 سنين جواز بالظبط، لدرجة ان السنة السابعة من الجواز بعض الناس بيسموها السنة الملعونة. دكتور ناصر غيمي استاذ الطب النفسي في جامعة تفتس بيقول لا، لازم تتغير، ولو ما حصلش لازم انت نفسك تعمل اي تغيير في حياتك المهنية بقى، في علاقاتك، في طريقة تفكيرك، مش مهم، المهم انك تتغير فعلا كل 7 سنين، لان ده ضمان لصحتك النفسية. ده حتى علماء الفلك بيقولوا ان الانسان بيحصل له تغيرات كتير جدا في حياته بسبب تغيير مكان كوكب اورانوس ودخوله برج جديد كل 7 سنين. كمان المؤلف توم مونت بيقول ان دورة ال7 سنين اللي بيمر بيها الانسان بتعمل تغيرات في صحتنا وعاطفنا وجسمنا، مش بس كده وكمان افكارنا. طب انا متجوز بقالي 10 سنين ومبسوط ولسه ما طلقتش مراتي والدنيا زي السكينة في الحلاوة، فايه بقى الكلام ده؟ مش شرط يحصل الطلاق في السنة ال7، ومش لازم يحصل طلاق اصلا، لكن لازم يحصل ليك انت تغيير بعد كل 7 سنين في حياتك زي ما مونت قال، او حتى في علاقة من العلاقات اللي انت موجود فيها. واكيد انت سمعت حاجات مثلا اسمها ازمة منتصف العمر، اللي الشخص بيفكر فيها انه يغير حياته بشكل ما، وهي كمان بتحصل من عمر 35 ل 42 سنة، يعني برضه في مدة 7 سنين. سواء بقى هتدخل علاقة جديدة او هتخرج من علاقة تانية، المهم انك هتتغير. والتغيير مش بس يبدأ من سن كبير، لا ده حتى الطفل الصغير بيغير سنانه من 6 ل 12 سنة، وده اللي أمينة خليل عملته في مسلسل الهرشة السابعة اللي اتعرض في أول 15 يوم من رمضان. المسلسل كان بيحكي قصة 2 كابلز لطاف اتجوزوا عن قصة حب كبير، وبعد 7 سنين جواز بالظبط الاتنين بيحسوا ان هما بقوا أشخاص تانيين. ده بيخلي حد منهم يدور على علاقة جديدة في حياته علشان يكسر الروتين اللي بيحصل بسبب المسؤوليات، الملل أو قلة الأدب. ونفس الفكرة اتعملت في أفلام تانية زي ماريج ستوري. وجايز يكون الموضوع مرتبط بسحر الرقم 7 نفسه، اللي هو نفس رقم السماوات والأرض وطبقات الرحم للأم والسنين العجاف في قصة سيدنا يوسف. وجايز يكون الموضوع علمي فعلا، وجايز يكون العلم لسه مقدرش يثبته، ولكن في كل الأحوال ما تنساش تكتب لنا في الكومنتات ايه اللي اتغير فيك في آخر 7 سنوات، واستنونا دايما في آخر مترو. مارلين مونرو هو بيقول ان قصة الفيلم عادية، يعني واحد خان مراته مع جارته عادي. استاذ الطب النفسي في جامعة تفتس استاذ الطب النفسي في جامعة تفتس. لا مات. ايه ايه تفتس ماشي تفتس. ريفولوشن. انا بقى اسم الفيلم ده مش لطيف معايا خالص، نفسي اشوف شكلي قوي. مش شرط لكن مش مهم.